على بركة الله تشكيل المجلس السياسي العام لثوار العراق الذي يهدف إلى أولا التمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا وتحريره من مخلفات وإفرازات الاحتلال الغاشم، وتبني والتزام المشروع الوطني والدفاع عنه والذود عن سبيله بكل الإمكانات المتاحة. ثانيا التصدي للمشروع الفارسي الصفوي الهادف إلى الهيمنة على العراق ونهب ثرواته وتفتيت نسيجه الاجتماعي الذي تنفذه العصابات الطائفية المتحكمة بالعراق. ثالثا أن يكون المجلس السياسي الحاضنة السياسية والاستراتيجية للمجالس العسكرية والداعم الرئيسي لها. رابعا العمل على تأمين الدعم للثورة العراقية وإيصال صوتها إلى المحافل الدولية وفتح قنوات تواصل مع المنظمات والدول والجهات والهيئات العربية والإقليمية والدولية والأحزاب والحركات والشخصيات العالمية ووسائل الإعلام للتعريف بأهداف الثورة ورؤاها المستقبلية، والتأكيد على أن هذه الثورة هي ثورة الشعب كله ضد الحكومة الطائفية الفاسدة وليس ثورة فئة أو طائفة أو عرق. خامسا التحرك على الأقطار العربية الشقيقة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحثها على دعم الثورة الشعب العراقي وأن تتخذ الموقف الأخلاقي والتاريخي المنشود من ثورة أشقائهم في العراق. سادسا فضح ما تقوم به الحكومة العميلة في بغداد من جرائم ضد الشعب العراقي في مختلف نواحي الحياة وما يتعرض له المواطن العراقي من انتهاكات في حقوق الإنسان وجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية التي تمثل انتهاكات واضحة وصريحة لمبادئ وقوانين وقواعد القانون الدولي. سابعا إسقاط العملية السياسية الطائفية الفاسدة وما نتج عنها من إفرازات وآثار مباشرة وغير مباشرة في مختلف مجالات الحياة. ثامنا التأكيد على أن أبناء الشعب العراقي متساوون في الحقوق والواجبات الوطنية، أن الفرصة متاحة أمام كل من يتراجع عن المشاركة في هذه العملية السياسية الفاسدة. عاشرا يعمل على ضمان أن أي إجراءات قانونية ستتخذ بشأن من أوغل في دماء الشعب العراقي ونهب ثرواته لن تستهدف أولئك المضللين ومن دفعتهم ظروف الحياة المعيشية الصعبة إلى المشاركة بصورة أو بأخرى في المؤسسات التي أنشأتها قوات الاحتلال والسلطة العميلة. 11 العمل على ضمان عدم حدوث فراغ سياسي بعد إسقاط العملية السياسية والحكومة العميلة، وذلك بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تتمثل فيها جميع القوى الوطنية المقاومة تأخذ على عاتقها تحقيق ما يلي. أولا انتخاب برلمان مؤقت يقوم بإعداد مسودة دستور جديد يلبي طموحات الشعب وتطلعاته ويحترم معايير حقوق الإنسان المدنية والسياسية ويعرض على الشعب بإقراره في استفتاء عام. ثانيا إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية. ثالثا إعادة الجيش الوطني ومؤسسات الدولة الأخرى التي ألغاها المحتل وعملاؤه على وفق الأسس الوطنية ومتطلبات الكفاءة والمهنية. رابعا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استثمار ثروات وموارد العراق وفقا لمتطلبات عملية البناء والإعمار بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية ويرفع المعاناة عن كاهل الشعب. خامسا إلغاء القوانين والقرارات والإجراءات المجحفة بحق المواطن العراقي. سادسا بناء دولة المؤسسات وتكريس ثقافة التسامح وتعميق مفاهيم الانتماء الوطني بعيدا عن الطائفية والجهوية والفئوية والعرقية. يا أبناء شعبنا العظيم، إنما تحقق في هذا الاجتماع ما هو إلا البداية
والنواة بخطوات وإجراءات باتجاه بناء مشروع عمل وطني متكامل يستوعب كل المعطيات والمتغيرات، وينفتح على كل الجهات والهيئات من أجل أن تمارس دورها الوطني المنشود في تحقيق مسيرة الاستقلال التام للعراق ونبذ كل مخلفات السياسات الطائفية وإفرازاتها على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانطلاق بعمل واسع النطاق. إن المجلس السياسي إذ يعاهد شعب العراق العظيم على العمل بكل طاقاته وإمكاناته لتحقيق أهدافه، فإنه يدعو كل المخلصين والخيرين من أبناء هذا الشعب ويهيب بكل الهيئات والفصائل والجهات ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد جهودها وإمكاناتها العسكرية والسياسية والإعلامية من أجل دعم هذا المجلس والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة لثورة أبناء العشائر وللمقاومة البطولية التي خاضها شعبنا بكل شجاعة وقدم لها مئات الآلاف من الشهداء على درب الحرية. ويؤكد المجلس السياسي العام لثوار العراق هنا مرة أخرى بروح وطنية مؤمنة وواثقة من الغد المشرق لشعبنا التزامه التام بحقوق العراق الأساسية التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، ملتزمين بقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، كما يرفض بشكل مطلق مبدأ المشاركة في أي عمل سياسي في ظل حكومات طائفية أو مسيرة على وفق إرادة ونفوذ أجنبي. إن المجلس السياسي العام لثوار العراق يحيي مرة أخرى بكل إجلال وإكبار كل الثائرين من أبناء الشعب ويعاهدهم على العمل بكل الوسائل لدعم وقفتهم البطولية وفتح آفاق جديدة لها وبذل كل الجهود لكي يأخذ عملهم ونضالهم مداه الكامل باتجاه تحقيق أهدافه المنشودة في النصر النهائي التام وتحقيق حلم أبناء العراق بوطن حر مستقل واحد مزدهر، وطن واحد لجميع العراقيين. وختاما يؤكد المجلس السياسي العام لثوار العراق تثمينه لكل جهد مقاوم مناهض للاحتلال وعملائه، وإنه يضع نفسه وإمكاناته في خدمة المشروع الوطني العام، كما يؤكد التزامه بالحوار البناء مع جميع القوى التي لها دور في ثورة العراق، ويعلن إن أبوابه مشرعة برحابة صدر عالية لكل الجهات والشخصيات على قاعدة الإيمان المطلق بوحدة العراق أرضا وشعبا وتأكيد انتمائه إلى أمته العربية والإسلامية. عاش العراق حرا أبيا واحدا، ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.